اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. كل سنه وانتم طيبين. العيد قرب خلاص، كلها كام يوم والعيد يجي. فحبيت اعمل معاكم بقى ايه حلويات العيد، كحك وبسكوت وغريبه. شايفين قلب الكحكايه عامل ازاي؟ هو بصوا بيتكلم عن نفسه ما شاء الله. ولا البسكوته قلبها مفتح جوه وبتقرمش، جميله جدا، جميله بجد بجد، بتدوب كده لوحدها. والغريبه كمان هناخدهم فيديو فيديو ان شاء الله، ونبدا معاكم بالكحك الجامد ده. والله يا جماعه انا مش عايزه اقول لكم ولا افخم من افخم محل حلويات ممكن يطلع الكحكايه بالشكل ده. بصوا انا بضغط عليها بالراحه، خايفه تتفرفت تحت ايديها الناعمه جدا جدا. شايفين قلبها من جوه عامل ازاي؟ يعني هي مش هي بتتكلم عن نفسها، مش عايزه حد يتكلم عنها. ما شاء الله قلبها مفتح جدا وهي ناعمه قوي قوي. والملبنيه كمان كده سايحه جدا جدا ما شاء الله. اتبعي بس المقادير اللي اقولها لك. احنا هنعمل جزء ساده وجزء بالملبن. امشي بس على الخطوات وتابعي الفيديو الجميل ده للاخر. بجد هتطلعي كحك ولا كلمه. انا هعمل كميه طبعا، مش انا هقول لكم على مقادير الكيلو، بس انا هعمل 3 كيلو من الدقيق. انا طبعا عشان بعمل كميه مره واحده، فمش هعمل كل يوم بقى اصور كيلو. فدول 3 كيلو. الكيلو الدقيق يا جماعه بياخد نص كيلو سمنه وعليه 50 جرام، يعني 550 جرام سمنه. دول 3 كيلو واخدين كيلو 650 جرام سمنه. بالميزان اعملي حسابك، امشي بالميزان. او نص كيلو عليه معلقتين. السمنه دي يا دوبك انا مسيحاها على النار بس زي ما انتم شايفين كده. دول 3 معالق كبار من السكر. وهنا السمسم على حسب الكميه اللي انت عايزاها. انا هعمل المره دي بالميه، وعلى فكره الميه احلى من اللبن في الكحك. هتقولي لي اللبن طبعا قيمه غذائيه عاليه، هو بياخدش كميه كبيره، بس فعلا الميه بتخلي الكحكايه ناعمه جدا. هنا اروح الموز وانا بحبه جدا، بيديكي ريحه زي بتاع المحلات بالظبط. وهنا بيكنج باودر وخميره، واقول لك على المقادير واحنا شغالين. عندي 3 معالق كبار من السكر، هحط نصهم في نص مج من الميه، ميه فتره عشان احط فيها الخميره بس يساعدني ان الخميره بتاعتي تتفاعل بسرعه. والباقي حطيته في الميه اللي هعجن بيها. هقلبهم كويس كده. دي خلاص ميه فتره زي ما انا قلت لكم، هحط عليها الخميره. الخميره انا بحتاج يا جماعه كل كيلو بياخد معايا معلقه كبيره من الخميره. دول 3 معالق بمعلقه الاكل اللي انتوا شايفينها، 3 معالق خميره فوريه. هقلبهم كويس واسيبهم بقى مع بعض كده مع الميه الفتره والسكر يتفاعلوا مع بعض على ما نبس السمنه بتاعتنا على الدقيق. هضيف بقى خلاص، هحط الخميره في جنب وهحط الحاجات الناشفه على الدقيق الاول. طبعا نسيت اقول لكم يا جماعه ان السمنه اللي انا مستعملاها حاطه بالظبط نص سمنه بلدي ونص سمنه عاديه. حابه تعمليه كله سمنه بلدي تمام. هنا بحط كل كيلو بياخد معايا معلقه كبيره من البيكنج باودر. الكيس بيبقى حوالي معلقه ونص زي ما انتم شايفين كده. فانا على ال3 كيلو دقيق اخدت كيسين بيكنج باودر. كل كيس بيبقى عباره عن معلقه ونص، فانا محتاجه معلقه واحده لكل كيلو. فاستعملت زي ما انتم شايفين كده كيسين من البيكنج باودر. يبقى المواد الرافعه عندي كل كيلو بياخد، ده طبعا ذره من الملح طبعا سنه وكمان كويسه. كل كيلو بياخد معلقه من البيكنج باودر ومعلقه من الخميره. امشي على المقادير مظبوطه هيظبط معاكي جدا. السمسم ده انا كنت جايباه ابيض وحمرته في البيت، بحمره نص تحميره كده، ما بحبوش احمر قوي لانه لسه هيحمر مع الكحكايه. وبرده ما ينفعش انك تحطيه ابيض. تمام، فانا حمرته زي ما انتم شايفين بنفس الدرجه دي كده. هقلبهم بقى كلهم كويس جدا مع بعض الاول، وبعد كده هحط السمنه بتاعتي. السمنه يا جماعه حابه تستخدميها نباتين خالص براحتك طبعا، بس طبعا كل ما حطيت فيها سمنه بلدي كل ما كان احلى. وانا جربته برده بصراحه بسمنه البلدي الصافي، لقيت ان الخليط عندي بالنسبه لي انا بيديني نتيجه حلوه جدا. فانا الكميه دي بالظبط نصها سمنه بلدي ونصها سمنه عاديه، سمنه نباتين عاديه. ممكن تستبدليها بسمنه بلدي صافي خالص لو انت حابه. هنمسكوا بقى مع بعض زي ما انا قلت لكم يا جماعه. السمنه يا دوبك انا فكيتها بس، ويعني حتى مش دافيه، يا دوبك فكت مع بعضها بس زي ما انتم شايفين. انا بحط ايدي فيها عادي، سمنه بارده عاديه على البارد. ايه اللي بيفرق بقى او بتفرق ايه ليه بقى ده حاشي؟ على فكره السمنه لما بتتقدح بتخلي الكحكايه تعمل حموضه معاكي وحرقان على الصدر وانت بتاكليها، لكن ده تاكلي منه اي كميه ما يفرقش معاكي. شايفين انا كده بسيت السمنه مع الدقيق. هتقولي يا خبر ابيض ده سايحه خالص، هتحطي لسه الميه ازاي؟ ده كده دايبه جدا. لا ما هياش دايبه جدا ولا حاجه، المعيار ده مظبوط جدا. نص الكيلو عليه المعلقتين اللي بقولك عليهم دول بيظبطوا فعلا كيلو الكحك.
مجرد ما هنحط عليه الميه بتاعتنا هتلاقي الميه العجينه شربتها خالص ونشفت معاكي وقبل ميه كمان، يعني مش هتفضل سايحه زي ما انتوا شايفينها كده. انا ما بحبش بصراحه احط بهارات الكحك هتغطي على طعم السمنه البلدي بتاعي، فانا بستخدم اللي هي ازازات روح الموز اللي انتوا شايفينها دي، بتخلي ريحه الكحكايه حتى في القراقيش كمان بتخلي ريحتها يا جماعه حلوه جدا جدا. اسمها روح الموز، بتجيبيها من عند العطار ولا عايزه روح موز. حابه تحطي بهارات كحك حطي، بس ما تكتريش عشان طعمها او ريحتها، لان ريحتها عاليه ما تفرقش معاكي او ما تغطيش على طعم السمنه البلدي اللي انت حطاها. تمام كده. قلبت روح الموز ده مع الخميره كمان اهوت، وشويه من الفانيليا، برضو الكميه كبيره كمان حطيت العلبه كلها، وهقلبهم مع بعض وهحطهم الاول على العجين بتاعي. بعد كده الميه دي هستعملها على مرتين او حاجه، مش هحطها مره واحده، لان في دقيق عن نوع دقيق بيفرق عن نوع دقيق تاني. طبعا الدقيق ده يفضل انك تجيبيه للكحك والبسكوت، ولو ما لقيتيش هاتيه متعدد الاستخدامات زي ما انا جايباه. انا جايبه نوع متعدد الاستخدامات. قلبتهم مع بعض كده الاول، الخميره شربتها هي مع الدقيق بتاعي او مع العجينه بتاعه الكحك. بعد كده دي ميه عاديه خالص من الحنفيه هي، هحطها على مرتين او تلاته زي ما انتم شايفين كده. حطيت الاول تلتين الميه، هشربها الاول وبعد كده بحط شويه بشويه على حسب ما العجينه بتاعتي بتقبل. تاني يا جماعه الدقيق بيفرق من نوع دقيق لنوع دقيق تاني، وانا هقول لك ازاي توصلي للمستوى اللي تعرفي خلاص ان الكحكايه ما عادتش محتاجه انك تحط لها اي سوائل. بصي انا خلاص حطيت تلتين الميه، هتاخدي قطعه بين ايديكي كده الاول تنعميها، لازم تنعميها كويس كده بين ايدك. شايفين لون الكحكايه بصراحه يا جماعه طالع تحفه والله العظيم، مش عايزه اقول لكم. يلا لسه اللي اشتركش ينزل يشترك كده ويعمل اللايك الجميل بتاعكم ده. بصي انا لفيتها وضغطتها، شايفين لسه حرفها مشقق سنه، يبقى لسه عايزه مني شويه من السوائل كمان. لازم لما اعملها العمله دي ما تبقاش مشققه معايا خالص وتبقى ناعمه. حطيت كمان اهوت جزء من الميه، انا تقريبا كده اخدت الميه كلها، باقي معايا حاجه بسيطه حوالي ربع كوبايه، اعتقد ان احنا مش هنحتاجها. يبقى كل كيلو من الدقيق بياخد معايا مج من الميه، كيلو الدقيق بياخد معاكي مج من الميه. هنعمل العمله بتاعتنا دي تاني. شايفين؟ ولو انت حابه تستبدلي الميه باللبن ممكن تشيلي الميه وتحطي مكانها لبن، بس طبعا لو الكحك هيغيب عندك يبقى الميه افضل. شايفين العجينه ناعمه في ايدي خالص ازاي؟ تحسي ان هي ملبن كده، ما هياش عجينه كحك بصراحه. لفيها بقى كده زي ما انا بقولك، بعد ما نعمتها بايديكي كده اهو بين كفوف ايديكي واضغطي عليها ضغطه، شايفين مفيش اي تشقيق خالص، العجينه بقت ناعمه جدا في ايديا، بقت ممتازه معايا. شايفين؟ يعني عجينه طيعه جدا جدا، ما تبقاش سايحه قوي قوي زياده عن اللزوم، وما بتبقاش ناشفه معاكي، تحسي كده ان هي ايه بتحركيها زي ما انت عايزه. ما شاء الله ناعمه جدا، بدل ما شققتش معاكي يبقى خلاص كده وصلتي للمستوى اللي انت عايزاه. ما عنديش تحطي ميه ترفعي ايديكي اهو كمان مره. شايفين مفيش اي تشقيق خالص، مفيش اي تفليقه معايا، العجينه ناعمه وطريه وحلوه. خلاص كده العجينه تمام معايا، نتوكل على الله وهنبدا بقى نشتغل فيها. اظن كده انت عرفتي ازاي تظبطي مقدار الميه بتاعك. هغطي بقى العجين بتاعي. الكحك يا جماعه ما بيخمرش، الكحك ما حدش يسيبه يخمر، لا بشتغل فيه على طول، والصاج اللي بخلصه بدخله الفرن فوري. تمام. ده الميه هي حوالي ربع كوبايه الميه اللي فاضت معايا. انا عشان هعمل جزء ساده وجزء بالملبن، فانا ده نص كيلو من الملبن، لان هعمل الجزء الساده اكتر، هما طالبين كحك ساده كمان. كل كيلو دقيق بياخد نص كيلو ملبن، اعملي حسابك وانتي بتشتغلي كل كيلو دقيق بياخد معاكي نص كيلو ملبن، بيطلع معاكي مظبوط جدا. حطيت معلقتين من السمنه البلدي وشويه من السمسم، ولازم سمنه بلدي مع الملبن بتخلي ريحته حلوه وبتخليها ناعمه جوه الكحكايه وسايحه وما تنشفش منك. وبعجنها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، وهدخلها التلاجة بقى تشد شويه على ما اعمل الجزء الساده بتاعي. لو انت هتشتغلي كله ملبن قبل ما تبداي شغل في العجين بتاعك او في الكحك، اعملي الملبن ودخليه التلاجة. اظن كلها خطوات سهله وبسيطه اهيت، ومعاكوا خطوه بخطوه علشان يطلع معاكي احلى كحك ممكن تعمليه. انا الاول هوريكم الجزء الساده اهوت زي ما انتم شايفين كده. انا باخد قطعه بقطعه وبغطي على العجينه بتاعتي تاني، ما بسيبهاش مكشوفه عشان ما تنشفش معايا. لازم انعمها بين ايديا كده الاول وبعد كده بكورها. لو انا هحشيها هوريك هنحشيها ازاي، بس الاول هعمل معاكم الجزء الساده يا دوبك بس كده. لو انت هتنقشي ممكن تستخدمي المنقاش عادي جدا، بتديها ضغطه رفيعه وبعد كده بتنقشي الكحكايه، بس انا هستخدم بصراحه كميه كبيره فانا هستعمل لها البصام. زي ما انتم شايفين كده دوب بعملها زي الكوره كده وبرصها في الصينيه الاول.
انعمها في ايدي. لازم يا جماعه انعمها بايدينا، وعلى حسب حجم الكحكايه اللي انت عايزاها كبيره، عايزاها صغيره، عايزاها وسط، زي ما انت عايزه. ممكن نستخدم برضو ختمات الكحك الجاهزه، بتكوريها كده وتسيبيها، وبعد كده هديها ضغطه صغيره بالبصامه وخلاص. يبقى انت ممكن تستخدمي البصامه، ممكن تستخدمي المنقاش، ممكن تستخدمي اللي هو الختامه بتاعه العجين. فيها كده. ده طبعا للكحك للناس اللي بتحب الكحك ساده. في ناس بتحبه ساده خالص مع الشاي كده، ما بتحبش معاه لا ملبن ولا عجميه ولا اي حاجه. بالبصامه بقى طبعا اعملي حسابك ان الكحكايه بتزيد معاكي، فعشان كده ما تكبريهاش، يعني يا دوبك قد عين الجمل كده، وتديها ضغطه كده كده بالبصامه، واعمل غيرها بقى لحد ما اخلص الكميه الساده كلها. شايفين الكحكايه طالعه شكلها حلو جدا، ما هياش مفلقه، ناعمه جدا في ايديا بصراحه يا جماعه، حاجه كده تحفه. هكمل بقى الصينيه كلها ونرجع نعمل اللي محشي بالملبن. ده الجزء اللي محشي بالملبن، لان هم عايزين جزء كبير ساده. بص طبعا انا قعدت بقى، ما كانش ينفع واقفه على الرخامه لان الكميه كبيره. بتكوريها كده وبتخلي جدران، خدي بالك من التكايه دي، خلي جدران الكحكايه رقيق زي ما انت شايفه كده. كل ما رقيتيها كل ما خلاها احلى معاكي وقلبها مفتح. واحط الكوره بتاعه الملبن وببدا اقفل عليها بالشكل ده. شايفين؟ لازم اقفلها كويس جدا بالراحه علشان الملبن ما يطلعش مني وهي بتستوي. وارجع اكورها كده واحط الفتحه بتاعه الملبن لتحت، وارص في الصينيه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. اظن مفيش اسهل من كده. زي ما قلت لكم كل كيلو دقيق بياخد نص كيلو ملبن، بيطلع مظبوط جدا معاكي. هنا كمان واحده اهيت. لازم انعمها كده الاول بايديا عشان تبقى الكحكايه الناعمه معايا، وبعد كده بتعملي لها فتحه في النص، وبتحاولي ترققي جدران الكحكايه على قد ما تقدري. وسعي الفتحه بتاعه الملبن، خليها اوسع من الملبنيه نفسها اللي هتحطيها. بعد كده ببدأ اخد الحرف كده والمه على بعضه. اظن كده خطوه خطوه، مفيش كل حاجه، الطريقه سهله خالص اهيت. وخديها بين كفوف ايديكي كده، اقفلي عليها كويس ورصيها في الصينيه، وخلي الفتحه بتاعه الملبن لتحت. بعد كده هنجيب البصامه بقى اللي بنستخدمها، ونبدأ بصوا كده ضغطه صغيره اهي. انا عايزاها قلبها مفتح، ما تضغطيش ضغطه جامده زي ما انتوا شايفين كده، عشان تعلم معاكي. وكل ما كان البصامه حرفها حامي شويه كل ما اداكي لون او اداكي نقش اكبر. ناخد بالنا الكحك اهم حاجه فيه التسويه بتاعته، لازم يستوي كويس. بسويه على درجه حراره 160 او 170 درجه على الرف الوسطاني، ما بحطوش تحت يا جماعه، على الرف الوسطاني علشان يستوي براحته. عندما بياخد لون من الارضيه وتلاقيه بدا يصفر معاكي كده، خلاص الكحكايه تمام جدا. شايفين لون الكحكايه بعد ما طلع؟ بتاخد حوالي من ربع ساعه لتلت ساعه في الفرن. شايفين من تحت عامله ازاي؟ بصوا شكل الكحكايه، النقشه بتاعتها حلوه جدا. انا بصراحه بستسهل البصامه، لو انتوا حابين المنقاش. هنا انا كنت طلعت طبعا، كنت بعمل كله في يوم واحد. عملت بسكوت وعملت غريبه وعملت كحك. هصور بقى انزل معاكم ان شاء الله فيديو الغريبه وفيديو البسكوت في الفيديوهين الجايين باذن الله. شايفين البسكوت طالعه عامله ازاي؟ الكحك طالع ممتاز جدا. الكحك بصراحه يا جماعه تحفه. شايفين قلب الكحكايه مفتح ازاي؟ وده علشان انا قلت لك ترقي الجدران بتاع الكحكايه، ما تخليهاش تخينه، طالعه قلبها مفتح خالص، طعمها حلو، وكمان الساده بتاعه حلو جدا جدا. إيه يا رب كده يكون الفيديو بتاعنا عجبكم النهارده. كل التكات اللي احنا قلناها كده امشي عليها بس، وامشي على المقادير، هيديكي كحك مظبوط فعلا رائع. ان شاء الله انتظروني في فيديو البسكوت وفيديو الغريب الفيديو الجاي. اشوفكم في فيديوهات تانية جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.